صباح الفل عليكم. لأول مرة على الإنترنت هوريكم إحنا عايشين إزاي. أصل الموضوع غريب شوية. دي مركبة فضائية فيها مجموعة من الأطفال هتسكن المريخ وتكبر هناك. أكيد هبدأ بأوضة الجيمنج بتاعتي. هنا بقى بيحصل الفرم وتكسير الدماغ. ده المطبخ بتاعنا. هنا بينزلنا أحلى أكل في مواعيد محددة، واللي بيتأخر بقى ملوش أكل وملناش دعوة بيه. ده مخزن الأكل بتاعنا، بس الشطارة كلها إنك إزاي تاخد أي حاجة من غير ما الكاميرات دي تلقطك. ده طبعا مكان نوم. هنا كل الأطفال بيناموا هنا. تعالوا أوريكم سريري أنا بقى. دول بقى الشلة بتاعتي، أحلى لعب وهزار، ودايما بيشجعوني في الكومنتات. دي العيادة، كل الدكاترة اللي هنا متخرجين من أكبر جامعات جديدة. ده المكان اللي بنعمل فيه الحفلات والاجتماعات الكبيرة بتاعتنا. دي أوضة النوم الأولى طبعاً. معظم الأطفال بيناموا هنا، كل واحد ليه ستايله الخاص. تعالوا هوريكم سريري دلوقتي. دي أوضة اللبس، عندنا ماركات وكل اللي تحبه موجود، بس بصراحة مش بنستخدمها كتير. ده طبعا بيلعب من امبارح وما بتسمعش منه غير شتيمة وزعيق. يا عم غور بقى، والله لا افرمك. فرم. ده مكان الشوي بتاعنا. هنا بقى بنعمل أحلى كباب وشاورما، أي حاجة نفسك فيها هتلاقيها. دي حضانة للأطفال الجداد. هنا احنا طبعا بنهتم جدا انهم يتربوا صح. دي السينما، الدخول ببلاش بس الخروج بفلوس. طبعا معظم اللي بيجوا هنا البنات بيحبوا المسلسلات الكوري قوي. ده واحد من الفصول بتاعتنا. طبعا المدرسين عندنا لازم يكونوا خريجين أكبر جامعات. دي أوضة العمليات بتاعتنا. هنا بنراقب أي خطر على السفينة، أو بنشوف مين خد آخر حتة شوكولاتة من المطبخ. ده الصالون. هنا الولاد والبنات بيعملوا شعرهم، والمكان بيبقى زحمة قوي في الأعياد. ده الأرشيف بتاعنا، معظم الأحداث المهمة في تاريخ السفينة هتلاقيها هنا. دي الورشة اللي بنصلح ونفتح فيها أي جهاز بنلاقيه بايظ في السفينة. دي طبعا واحدة من 5 أوض ألعاب عندنا للأطفال والشباب. دي واحدة من 10 صالات بولينج عندنا يا جماعة. محدش يدقق قوي، احنا مجرد أطفال بنحاول ننبسط. دي أوضة الغسيل بتاعتنا، بتشتغل كتير عشان بنغير حفاضات كتير. ده واحد من الرابرز المشهورين اللي عندنا. ممكن تعمل فري ستايل للمتابعين؟ الفضاء ضلمة بس الراب بتاعي بينور الكون. أنا جيت أقول كلمتين وأمشي، طموحاتي فوق النجوم. دي طبعاً أشهر تيك توكر عندنا. تحبي تقولي إيه للمتابعين؟ هاي يا حبايبي، بموت فيكم كلكم. أحلى روقان يا جماعة، ده بجد أحسن مكان عندي لما تدخل هنا بعد يوم طويل. المكان ده هو مكاني الخاص. هنا بحب أشرب الشاي على رواقة. ده أي حاجة عن الأنمي هتلاقيها عنده، مختم كل حلقات الأنمي ومجمع كل المجسمات، مدمن رسمي. دي وحدات الزراعة الداخلية بتاعتنا. دي واحدة من 10 وحدات عندنا. أكيد إحنا بنستخدم خلايا الطاقة وبندعم بشكل كامل الطاقة المتجددة والنظيفة. يا جماعة أكيد محدش ينسى اللايك والاشتراك، مش محتاج أفكركم. هو أنت اللي بتطلع على الإنترنت؟